وشاربي هذه الكؤوس هم الأعلون، وإن لم تسمعوا لأسمائهم ذكرا في أجهزة إعلامكم هذه ولا فيما بين الناس هؤلاء. شؤون الأرض من أولها إلى آخرها صغيرة وحقيرة، وستظهر شؤون السماء، بل شؤون رب الأرض والسماء، وسيجتمع الأول والآخر في اليوم الآخر في أرض المحاشر، وسيعلم أهلها وأنهم الأعلون. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنه حصن عز. أعزنا الله وإياكم بهذا الحصن. وتذكروا علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وقف موقفه، وقد خرج إليه أهل ذاك القطر حين وصل إليهم إلى خارج البلد، وكان مغطيا وجهه، فطلبوا منه أن يكشف الوجه، فكشف الوجه بنوره، وضج القوم بالبكاء. قالوا حدثنا حديث عن آبائك. قال حدثني أبي موسى الكاظم. قال حدثني أبي جعفر الصادق. قال حدثني أبي محمد الباقر. قال حدثني أبي علي زين العابدين. قال حدثني أبي الحسين. قال حدثني أبي علي بن أبي طالب. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فكتبت الحديث بهذا السند في الحاضرين خارج البلد 20,000 محبرة. 20,000 محبرة، هؤلاء اللي بمحابرهم مستعدين. يأتي فرد من أهل النور والعلم فتحتشد الحشود حوله. يا أهل قلوب فيها نور لا إله إلا الله، أتروا الوضع بهذا الحال ولا تتحرك فيكم شعره؟ من خان من خدع. كيف وصل حالها إلى هذا؟ أين وصلت الأمة؟ من ولا تدرك عمر أمام هذا الواجب. قاد زمامها، أين ذهبت؟ من قاد أفكارها؟ من قاد وجهاتها؟ من قاد رغباتها؟ إلى أي شيء أملي عليهم أن يرغبوا، وبأي شيء يطربون؟ يا ربي بلا إله إلا الله وأهلها حرر وخلص وأنقذ قلوب أهل الإسلام في المشرق والمغرب من سلطة الكفرة اللئام وأعدائك قطاع الطريق. حرر